أهلا بيكم. صراحة كده، هل الذاكرة فعلا ضعيفة ولا التركيز هو اللي قليل؟ هل المشكلة فينا وفي قدراتنا؟ الحقيقة الإجابة ممكن تفاجئ ناس كتير قوي. الإجابة وبكل بساطة هي لأ. المشكلة أبداً مش في ذكائنا أو قدراتنا، المشكلة كلها في الطريقة. اللي بنسميه ذاكرة ضعيفة ده في الواقع مجرد تدريب بطريقة غلط، ومجرد ما نفهم النقطة دي كل حاجة هتتغير. تمام، يلا بينا بقى ندخل في الموضوع على طول، ونبدأ بالجزء الأول: خرافة ذاكرة ضعيفة. اللي بنفتكره ضعف هو في الحقيقة مجرد ذاكرة محتاجة تتمرن بالطريقة الصح. وده أول سر لازم نعرفه: عقلنا بيفكر بالصور، هو مش مجرد آلة بتخزن كلامه بس. علم الإدراك بيأكد إن العقل بيحول أي معلومة لصور ورموز، وعشان كده أي معلومة بتشوفها العين بتلزق في الذاكرة أقوى بكتير من نص مكتوب وخلاص. ودلوقتي نيجي للجزء التاني ونشوف إيه هي القواعد السرية للعقل. لو فهمنا القواعد دي كويس هنبقى بنلعب اللعبة صح وبنستخدم عقلنا بالطريقة اللي هو أصلاً مصمم يشتغل بيها. القاعدة الأولى هي الممارسة المركزة. الفكرة هنا مش إن الواحد يكرر نفس الحاجة 1000 مرة وخلاص، لأ، الفكرة كلها في الممارسة اللي ليها هدف واضح ومعاها تحليل مستمر للأخطاء عشان نصلحها أول بأول. يعني الجودة والتركيز أهم من عدد الساعات بكتير. الحركة اللي كلنا بنعملها نقرأ الدرس مرة واتنين وتلاتة ونحس إننا فهمنا خلاص. كتاب ميك إت ستيك بيفجر مفاجأة وبيقول إن الإحساس ده مجرد وهم بالتمكن. في الحقيقة المعلومة مش بتثبت أبداً، لأن دي طريقة سلبية والمخ مش بيبذل أي مجهود عشان يسترجع. ومن هنا نوصل لنقطة مهمة جدا من كتاب Unlimited Memory: الذاكرة دي بالظبط زي العضلة، محتاجة تمرين. أبطال العالم في الذاكرة مش مولودين بقدرات خارقة ولا حاجة، هم ببساطة بيستخدموا تقنيات زي التركيز الشديد وتكوين صور ذهنية غريبة وربط المعلومات ببعضها. النقطة دي بقى هي مربط الفرس. التعلم الحقيقي لازم يكون صعب شوية. أيوة، المجهود الذهني اللي بنعمله عشان نختبر نفسنا أو نفتكر معلومة بصعوبة هو ده اللي بيبني الذاكرة طويلة المدى. لو المراجعة سهلة قوي يبقى غالبا ملهاش لازمة. جميل جدا. بعد ما فهمنا النظرية يلا بينا ندخل على الجزء الثالث ونشوف صندوق العدة بتاعنا. دي شوية تقنيات عملية مبنية على العلم اللي لسه متكلمين عنه. أول أداة معانا هي التجزئة أو الchunking. بدل ما نحاول نستوعب موضوع كبير مرة واحدة، الأذكى إننا نقسمه لأجزاء صغيرة مترابطة، نتقن كل جزء لوحده وبعدين نجمع الأجزاء دي مع بعض عشان نشوف الصورة الكبيرة، بالظبط زي اللي بيبني حيطة طوبة طوبة. بصوا، عقلنا عنده وضعين للتشغيل: الوضع المركز أو focused، وده اللي بنشغله لما نكون بنحل مسألة أو بنركز في حاجة، والوضع المنتشر أو diffuse، وده بيشتغل لما نسترخي ونفصل. السر كله في التبديل بينهم. اشتغل بتركيز 25 دقيقة وبعدين خد 5 دقايق راحة تامة. الوقت ده هو اللي المخ بيستخدمه عشان يربط الأفكار ببعض. ودي بقى واحدة من أقوى التقنيات على الإطلاق: التكرار المتباعد. الطريقة دي هي اللي بتضمن إن المعلومة تتنقل من الذاكرة المؤقتة للذاكرة الدايمة. ذاكر المعلومة لأول مرة، راجعها تاني يوم، وبعدين بعد 3 أيام، ومرة أخيرة قبل الاختبار. كل مراجعة بتخلي المعلومة تثبت أكتر وأكتر. فاكرين لما قلنا إن العقل بيفكر بالصور؟ أهو ده بقى التطبيق العملي. استخدام الخرائط الذهنية بيرتب المعلومات في دماغنا زي خريطة المدينة بالظبط، وده بيخلي استرجاعها سهل جدا. عقلنا بيعشق التنظيم البصري ده. ودلوقتي شوية نصايح سريعة ومهمة من الخبراء عشان نتغلب على أشهر العقبات اللي بتقابل أي حد بيتعلم حاجة جديدة. أولاً، التسويف والمماطلة بتستهلك طاقة أكتر من الشغل نفسه. ثانياً، لازم نتقبل المجهود، المراجعة السهلة غالباً غير فعالة. وأخيراً، الاستمرارية أهم من الكثافة. جدول منتظم ومستمر حتى لو وقته قليل أحسن مليون مرة من جلسات مذاكرة طويلة ومتقطعة. وبكده نكون لخصنا القوة الخارقة الجديدة اللي معانا. دي المهارات اللي هتغير تماماً طريقة تعلمنا لأي حاجة. الخلاصة الأولى: نتعلم بعلم مش بمجهود عشوائي وخلاص. نفهم عقلنا بيشتغل إزاي ونستخدمه صح. الخلاصة التانية: نستخدم تمارين عقلية فعالة زي الاختبار الذاتي والتجزئة بدل الحفظ الأعمى اللي كده كده بيتنسي. الخلاصة الثالثة: نثبت المعلومة في الذاكرة بذكاء باستخدام تقنيات زي التكرار المتباعد اللي بيضمن إنها تفضل معانا على المدى الطويل. وأخيراً، ودي الأهم، الهدف هو إتقان طريقة المذاكرة، مش مجرد قضاء ساعات طويلة على الكتاب من غير نتيجة. المهم جودة الوقت مش كميته.
ودلوقتي الكرة في ملعبكم بعد ما كل الأدوات دي بقت معانا. إيه هي أول مهارة هتتعلموها أو أول موضوع هتذاكروه بالطريقة الجديدة دي؟